الشيخ صفوت حجازي أحد أشهر الأسماء التي تظهر على شاشات التلفزيون متحدثا في أمور الدين وأمور الفتوى من منطلق أنه أحد الدعاة المشاهير. له برنامج على قناة الناس. قال في مقال أنه لو رأى إسرائيليا في الشارع في مصر سيقتله، في صيغة ما تعطي انطباعا بأنها فتوى لقتل أي إسرائيلي يهودي يمشي في الشارع. أنا لم أدعو الناس في كلامي إلى قتل الإسرائيليين في الشوارع. أنا ما قلتش كده. ما قلت إيه بالظبط يا فندم؟ ما قلتش كده أبدا حضرتك. أنا لما قلت الكلام ده كنت بحلم حلم جميل، حلم جميل قوي، أتمنى إنه يتحقق، وبالتالي كلنا بنتفق عليه. بحلم إن إحنا الولايات العربية الإسلامية، ما إحناش مصر ولبنان وفلسطين. بحلم فعلا، ده الحلم اللي أنا كنت بحلمه، إن إحنا الولايات العربية الإسلامية. جيب الخريطة بتاعت الوطن العربي وشيل الحدود اللي موجودة، أو الحدود دي هي عبارة عن حدود ولايات أو محافظات زي الولايات المتحدة الأمريكية، 49 ولاية اتجمعوا في دولة. أنا كنت بحلم إن إحنا دولة اسمها الدولة أو الولايات العربية الإسلامية. عاصمة الدولة دهيت، الولايات دي هي مصر، ورئيس مصر وحكومة مصر هي رئيسة هذه الولايات. ده حلمي اللي أنا كنت بحلم بيه. أنا قلت إن أولا الإسرائيليين دول، وأنا حددت اليهودي الإسرائيلي مش أي يهودي، وقلت بالنص إن في يهود أمريكان، في يهود هولنديين، في هنود يهود من أي جنسية أخرى ما ينطبقش عليهم الكلام ده. لابد يكون يهودي وإسرائيلي، ومش أي إسرائيلي، لأن في إسرائيل عرب، في إسرائيليين مسلمين من عرب 48، في إسرائيليين مسيحيين. لا، ده لابد يكون يهودي إسرائيلي بين قوسين صهيوني. دي كان أول ضابط في الفتوى. الضابط الثاني أن يكون محارب، يعني جندي احتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي. الضابط الثالث اللي قلته ألا يترتب على هذا الفعل أي ضرر. حتى قلت أن لا يجوز إطلاقا أن حد يجيب حزام ناسف ويفجر نفسه ويبوظ عربية واقفة في الشارع علشان يقتل إسرائيلي. الضابط الرابع اللي قلته ألا يقتل أي إنسان بريء إطلاقا. حضرتك لما نيجي نطبق الأربع ضوابط دهيت على الفتوى، عشان واحد يقتل إسرائيلي يبقى لابد أنه يتأكد أنه يهودي وأنه إسرائيلي وأنه عنده من 21 سنة ل 54 سنة اللي هي السن بتاع الاحتياط، ولو هو امرأة تبقى من 21 سنة ل 34 سنة اللي هو جندي الاحتياطي الإسرائيلي، ويتأكد ان هي لو امرأة في السن دي ما عندهاش ولاد، لأن المرأة في السن ده اللي عندها ولاد ما بتبقاش جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي. هو الدكتور بررة قال أنا بقى تصورت ان دي بقت الولايات العربية الإسلامية وبالتالي فبقول هذا الكلام. لا، والدكتور رفعت قال كده. انت هنا في مصر، مصر دي بلد بينها وبين إسرائيل معاهدة سلام، موافقين عليها مش موافقين عليها هي قائمة، وبالتالي طبقا لهذه المعاهدة الإسرائيلي اللي بيخش هنا هو في ذمتنا كمسلمين.